الله يخطيكم المتتبعين، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم في قناه فاطيموند. كنشكركم بزاف، والتعاليق ديالكم كيسروني بزاف، كيفرحوني، لان كتشجعوها وهي مسكينه باقي صغيره وعاد باديه وكلها طموح وكلها مفعمه، يعني بواحد احلام ديالها ان شاء الله باغيه تحققهم. الله يسر ليها والله يعاونها، ماشي عيب. حنا الله يسر حنا من بدينا الا نعاونوها في واحد الحدود اللي هما تحافظ على قرايتها اولا. ضروري القرايه هي الاساس، واليوتيوب غير مهم هي كتبارطاجي هاد اليوميات ديالها، ماشي عيب بحال الناس، ولكن القرايه والتربيه هي الاساس والاخلاق. وان شاء الله معكم المبادئ بطبيعه الحال، ان شاء الله معكم نتوما غتشجعوها، ومعكم ان شاء الله تزيد القدام، وحياتها تنور بكم ان شاء الله وما يكون الخير. وكيف ما كنبغي الخير لوليداتي كنبغي الخير للجميع، والله يسهل على الجميع، والله يحفظ لكم نتوما وليداتكم، والله يسخر لهم في داكشي اللي تمناو ويحققوا احلامهم يا ربي يا ربي يا ربي. هادشي اللي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير، أحوالكم طيبة إن شاء الله. كيف ما سمعتوا بوكريشة كيدعم مع بنته، كيقول لك راه أهم حاجة وهي القراية والتربية، آخر حاجة تهضر عليها أبو كريشة هي التربية. هضر على اليوتيوب، هضر على الادسنس، هضر على الخدمه بولادك، هذيك نقدروا نقولوا لك يعني اما تهضر بالتربيه ولا تهضر هذيك شي خليه ابار الناس ديال التربيه والتعليم. حاجه وحده انا اللي بغا نقولها الفاتي، فاطمه الزهراء الابنه ديالو تيتيم على ما اظن كيسميوها اللقب ديالها. كيف ما قال الاب ديالك دا في قرايتك، وهذا هو الفرق اللي غيكون. تقدر انت تخرجي انت من ديك العائله، تخرجي بواحد محتوى نقي، تغيري نظره الناس لهاد العائله شويه، لانهم هما صافي تشهروا بالعائله المشوهه، العائله اللي ما فيها يطلبق، العائله اللي كيخدم بها كل شيء. يعني لو انتي ديري واحد المحتوى نقي، تبعدي على باك، تبعدي على اختك، تبعدي على امك، تصوري معاهم، ولكن تبعدي على دوك المشاكل، تبعدي على ديك لا المحكمه، لا نضرب في هذا، لا نضرب في هذه. خليك نتيا بالمحتوى ديالك نقي، يوميات، كتمشي للمدرسه، شنو شريتي، اتخرجي، اول خلصه ليا شنو غادا ندير بها، شكرا. حاولي انك دير واحد الجمهور ديالك، جمهور يكون نقي. وراه دابا حاليا راه بديتي بواحد الجمهور ديال الام ديالك اللي طلع عليك المشاهدات وقالوا لك خليك المرضيه، خليك ما تكونيش بحال يسرى العاقه، يعني الاخرى اللي مخاصمه مع امها، وصلت هي وياها للمحكمه وما بغاتش تسامح ليها، رغم ان نقولوا حنا بان سعاد ما عرفت شنو دارت وما عرفت شنو، وتا هي راه مربات، وتا هي خرجت كضرب في الشرف ديال بنتها وشوهاتها وكل شيء هادشي. ولكن الوالدين هما الوالدين، البنت هي اللي تمشي تعتذر من الام ديالها وتقول لها مسامح كريم وترجع. وثاني حاجه ما فهمتش انا يسرى كيفاش ما تحركاتش عندها ديك المشاعر ديال الامومه. واش ولدك نتيا تبغيه يسرى ما يهضرش معاك ملي يكبر؟ امك تكون زوينه ولا خايبه، راه امك على الاقل صله الرحم، وقول لها بعدي من حياتي، ولكن صله الرحم بيني وبينك. هادشي اللي غيخلي يسرى ما يتيسر لها حتى شي حاجه، وهي بدا العربون وبدا كيبان كل شيء. وجيو تسمعوا نتوما بالدليل شنو قالت هي. خايب بزاف، واحد الضغط، جاتني واحد الحاله قبيله باغا غير نهرس شي حاجه، باغا ننتف راسي، باغا وحق الله جاتني واحد الحاله خايبه بزاف. المهم انا ما نقول لكم، ما كنقدرش على الضغط بزاف. دوزت واحد الايام وما بغاش نولي ندوزو،
ضغط، كان عندي مشاكل بزاف وكنت كنصبر ليهم بزاف. دابا ما بقيتش كنصبر، ما بقيتش داك القوه ديال التحمل، ما بقاتش عندي. اي حاجه كتعصبني بزاف، اي حاجه راهي الا كانوا غير حوايج ما مطويينش مزيان كيعصبوني ونجبدهم وندير هذا. مشى الطبيب. انا وليت عصبيه الصراحه، عصبيه. اي حاجه تقدر تعصبني. علاش هادشي؟ كنت تراكمات شحال هادي، رد القلبي رد القلبي رد القلبي رد القلبي رد القلبي حتى صافي. دابا ما كنصبر على حتى شي حاجه، ولكن واخا هكا كياسر بقيت تابع مع بزاف عليك. كيف ما سمعتوا قالت لك كدوز من واحد المراحل اللي خايبه في حياتها، تراكمات المشاكل. طبيعه الحال واش نتوما ما كتزكاوش كل نهار فيلم، حيتاش حاسين بان الحياه ديالكم فيلم داكشي علاش هادشي واقع لك انت بالضبط. انت بغيتي تخرجي بواحد المحتوى نقي وتبداي ديري اشهارات، ولكن انت ما عندكش واحد ليماج، ما عندكش واحد السمعه زوينه اللي غادي يعيطوا عليك الناس باش ديري لهم اشهار. يسرى خصك تفهمي هاد القضيه. الناس كيعيطوا، المؤثرين اللي كتكون عندهم مهم ما كيكونوش شوهه بحال اللي دايرين نتوما. انتي خديتي داك اللقب ديال العاقه، كيقول لك انا نعيط على مسخوطه الوالدين ما تكونش ميسره. شي واخا يكون يقولوا لك ديري لينا الاشهار ديال الشراب، شي شراب المخدرات والخمر ما يعيطوش عليك. عرفتي علاش؟ لانهم يقول لك منحوسه، يقول لك مسخوطه. حنا غنسميو الاشياء بالمسميات ديالها. حاولي انك تراجعي نفسك، حاولي انك ديري واحد الخطوه ايجابيه. سيري عند الام ديالك طلبي المسامحه كيف ما كان، راه قلتها كيف ما كانت زوينه خايبه ما تقطعيش صله الرحم باش ربي ييسر لك الامور ديالك. وحتى انت راه وليتي ام، وهانتي كتقولي انا صابره مع الابن ديالي كيبكي كنبغي نحطو ينعس وما كينعش. هادشي راه دوزاتو الام ديالك وما دوزاتوش غير فيك انتي، راه دوزاتو فيكم نتوما بربعه. يعني على الاقل ردوا ليها غير شويه ديال داكشي اللي كانت كتربيكم وكتسهر معكم بالليل وتبدل ليكوش وتبدل وترضع وتوكل ودير الحمام. هاداكشي كامل على الاقل واحد شويه، ماشي كاع بنادم. الرحمه ما كايناش. كيفاش بغيتي ربي يرحمك ويسر لك الامور. تاني حاجه، انت يا يسرى ماشي ديال المشاريع، انت ماشي ديك البنت اللي خرجت ضربت تماره. شي الام ديالك امك تقدر على المشاريع، ضربت تماره ملي كنت صغيره، خرجت هزاتكم خدمت عليكم. انت لا، انت حليتي عينيك لقيتي الفلوس سهله، لقيتي كتشدي كاميرا كتخرجي كتعاطي كيدخل لك الادسنس. صافي هذه هي الخدمه اللي قدرتي عليها، كتبقاي ناعسه والغد لي في الصباح كتنوضي عاوتاني ديري فيديو كتدخلي به الفلوس. هادشي تقدري عليه. نصيحه من عندي، هذاك المحل سيري كريه لشي واحد وبقاي تاخدي داك الكرا ديالو. هادو هما المشاريع اللي تقدي عليهم. تاخدي شي بارطمه تكريها، تاخدي الكرا ديالها في الشهر وتكملي الفيديوهات ديالك واليوميات ديالك مع الابن ديالك. هادشي اللي كاين. تاني حاجه، الناس اللي كيقولوا بان يسرى كي جات تسم من الاخت ديالها الحسد، بحال سعاد مع اختها سميره. المهم انا اللي كيبان ليا من طبيعه الحال، علاش؟ لان كتبان ليا العلاقه بيناتهم بينات يسرى وتيتيما ماشي هي هذيك، ماشي دوك الخواتات ديال القلب اللي ندير انا واختي فيديو نخرجوا نضحكوا. لا، يسرى دائما كتبغي دير لهم ديك انا الواعره، انا اللي وصلت، انا اللي درت الطوموبيل، انا اللي دايره ساكنه بوحدي، انا الاخر لا، كتحس براسها قل منها وما كترضاش. ودابا ملي فرحات بالمشاهدات، ملي مشات عند الام ديالها، المشاهدات ديال يسرى هبطوا. وهنا
ماشي غيجيها الاعصاب، راه غيطلع ليها السكر والطونسيو وكاع الامراض غادي يجيوها غير بالطعنه. ولكن هادشي كامل عرفتو منين؟ هادشي كامل من الوالدين وبالاخص من بكريشه، لانه هو اللي معاه بناته. يعني لا دخل بخيط بيض وجمع بناته، لانهم هما راه كيسمعوا ليه. الا شدهم بجوجهم جمعهم وقال لهم اجيو ديروا فيديوهات، هضري على اختك مزيان. لا، هو كيبدا كيقول لي واش غنديروا الولاد هما هادوك، و كيخرج مع وحده هكا كيدير معها فيديو، يخرج مع الثانيه يدير معها فيديو، ويخرج مع لبنى يدير معها فيديو. هو اهم حاجه عنده انه هو يدخل الفلوس. اما الحياه ديال بناته كتبان لي عذاب في عذاب. البنت الاخرى بعد تيتيمه الحاله النفسيه ديالها ماشي هي هذيك. الدريه الطريقه باش كتهضر كتضحك اي حاجه. قالت ليه قال لها التربيه والقرايه والتربيه، هي تقول ليه والمبادئ اي حاجه كتقول لك ودير كتضحك. هذاك الانسان كيكون ما عندوش ثقه في النفس ديالو، كيكون ما واثقش في نفسه، ماشي كيهضر واثق في نفسه. شوفوا عكس يسرى ملي كتهضر انا مريضه، انا هذه واثقه من نفسها، شنو كتقول، شنو كدير، شنو باغا دير. علاش؟ حيتاش ولفات الكاميرا، ولفات الفيديوهات، ولفات اليوتيوب، ولات عارفه كيفاش تتعامل. تيتيما لا، تيتيما باقه، ولكن الوقيته اللي غادا تتعلم هي كيفاش تتعامل مع الكاميرا وكيفاش تهضر وتحيد ديك الضحكه وتوثق من نفسها. الثقه بالنفس عاوتاني صعيبه باش تكونها هي، وفي هذاك الجو العائلي اللي عندهم صعيب عليها. ولكن كنتمنى ان فاطمه الزهراء تكون مختلفه على يسرى. كنتمنى ان فاطمه الزهراء تربي يسرى بطريقه غير مباشره. كنتمنى انها تطلع لها القناه، تبقى تمشي دير فيديوهات مع الام ديالها وتجي مع الاب ديالها. لعل وعسى يسرى تلاحظ هذه الملاحظه وترجع حتى هي على القرار اللي خايده في حياتها، ان انا الانسان ما نسمحش ليه. هذيك راه الام ديالك، البراني ما تسمحيش ليه، ديري عليه كروه من حقك. اما الام لا، غدا ولا بعد غدا غادا تمشي الام ديالك. ما عرفناش شكون السابق، ولكن غتندمي حياتك كامله بانك ما عطيتيهاش فرصه وما قدرتيش تهضري مع هذيك الام كيف ما كان. امك على امك ما كضربك ما كتسلخك. حنا كاع والدينا ما قرصونا، ما ضربونا، ما سلخونا، ما نتفونا. راه كان شحال هذه الام كتشد ما عرفتش واش نتوما طاريه ليكم ولا لا، كتشد المغرف كتحميها مزيان في العافيه وتحطها على البنات وعلى الدراري تكويهم، حتى كتبقى لك ديك الحرقه في يديك. وملي كتكبر كتقول اش هاد الحرقه، ويلي واحد النهار ما عرفت شنو درت، تعطات ولا شفارت ولا كذبت ولا ما عرفت، حرقتني امي. فرحانه حرقتها امها. نقولوا بان القضيه ديالك صعيبه، شوهاتك امك، ولكن ما تنسيش بانك انت براسك راه شوهه. انت براسك ملي شوهاتك امك راه خرجتي وكتقولي انا ما كيهمونيش الناس وما كيهمني حتى شي واحد، واللي بغيتو نديرو. انت حاليا كتلبسي لباس اللي ماشي ديال الاحتشام، ولا كتمشي كتلبسي كسوار رجلك كاملين معريين، وانتيا ما شاء الله عليك راه ماشي شي وحده ضعيفه، ولا راه كتاثيري لاتونسيون. يعني وحده غليظه وكيشوفوك الناس وفخاضوا بلا ما نشرح، راه الناس شايفينك. يعني لو انتيا باغا تبدلي شي حاجه تبدليها بلا ما تدخلي في الاعصاب، حيت الاعصاب اللي دخلتي فيهم ما قدرتيش على الولد، ما قدرتيش على ياسر، عطيه لباه الا ما قدرتيش عليه. ولكن عارفه راسك الا عطيتيه لباه غادي يخرجوا لك المتتبعين وغيعطيوك. يعني انتيا عايشه واحد الضغوطات ديالاش ديال خصك تعيشي كيف ما الناس باغيينك. انتي ما قادراش تعيشي الحياه اللي بغيتي،
واخا تبغي تعيشي الحياه اللي بغيتي ما عندكش فلوسها، خصك لا بدا تبقاي كديري فيديوهات وكتمثلي على الناس، لا انا مشيت انا ولدي انا هادي. ولدك راه عارفين حنايا بانك ماشي هي اللي كتربي، راه عارفين شكون هي اللي كتربي وشكون اللي كتسهر معاه وشكون اللي كتخليه ليها ملي كتكوني غادا خارجه، يعني هادشي معروف. الضغوطات اللي عندك يسرى اول حاجه وهو سخط الوالدين، وبالاخص الوالده ديالك اما بكره عندك ارضاه راضي عليك. تاني حاجه انك ما كتبغيش الخير الناس وحدين اخرين، هادشي اللي كيبان ليا. الا طلعت لبنى كتسمي معاها، طلعت فاطمه الزهراء اختك كتسمي معاها، انتي كتبغي تكوني انتي الواعره، انتي اللي فاهمه، انتي اللي عارفه، وانتي اللي يدخلوا عندك الناس يتصنتوا. زائد ان القناه ديالك مؤخرا راه بدات كتهبط في المشاهده. عرفتي علاش؟ لان الناس دخلوا عندك المحتوى الاول اللي كان عندك محتوى ديال المعيار، محتوى ديال بينك وبين امك، المحتوى ديالك بينك وبين الزوج ديالك، هادو كانوا كيطلعوا عندك المشاهدات. اما دابا ملي كتهضري يوميات عاديه وداكشي، ما الناس ما عندهم ما كيقولوا شنو غنستافدوا من عند وحده اللي هي مسخوطات الوالدين، اللي عائله مشوهه. الاسماء نسميو الاسماء بالمسميات ديالهم، هادشي اللي كاين. يعني حاولي انك انتيا تصلحي نفسك، وري واحد الايماج واحد اخر، واول خطوه سيري عند امك وشوفي المشاهدات كيفاش غتطلع لك. شوفي غير اختك كيفاش طلعت لها، كاع المتتبعين اللي عند الام ديالك غادي يجيو عندك، وماشي غير هما، يجيو عندك ناس وحدين اخرين، وتولي عندك المشاهده ديال بصح، وربي غادي ييسر لك في كل شيء. حتى لهنا سال الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف، خليت لكم الراحه، السلام عليكم.